قصتنا بتبدأ في مدرسة الشاولين للفنون القتالية مع الشاب لانج. لانج كان متذنب قدام أصدقائه بسبب إنه تلميذ مشاغب، ولما حاول يطلب أكل لأنه جعان المعلمين لمحوه من بعيد ورموه بالخبز في وشه عشان يتعلم الأدب. بعد كده ربطوا خشب في إيديه ورجليه وخلوه يرفع أحجار تقيلة جدا بسبب المشاكل اللي عملها. بس من حسن الحظ أصدقائه ظهروا من جديد وبدأوا يرموله الطعام بمهارة عالية. أما المعلم اللي كان بيراقبه سابه ياكل لأنه جعان بشدة. بالليل معلمي الشاولين أمروا لانج يحرس المكتبة الأثرية. المكتبة دي فيها كتب عن كل أساليب الكونغ فو السرية ومستحيل أي حد غريب يدخلها. بس لانج العبيط فقد تركيزه وقت الحراسة، ومقاتل نينجا غفله عشان يدخل المكتبة. بعد كده قدر إنه يهزم الرهبان الموجودين فيها واحد ورا واحد بسهولة رهيبة لحد ما أخد كتاب قبضة الموت السري بعد دقايق طويلة من القتال وهرب بسرعة البرق. فواحد من الرهبان ضرب جرس الانذار، واول ما كبير المعلمين حضر قال ان النينجا سرق كتاب قبضة الموت، ولو قدر انه يتعلم الفن ده هيسيطر على العالم كله لان مفيش حد هيقدر عليه. بس الحل الوحيد لهزيمته هو فن القبضة الخماسية، وللأسف كتاب الفن ده اختفى من سنين طويلة. عشان كده كبير المعلمين قرر يحبس نفسه تحت الارض لمدة 100 يوم لان كتاب قبضة الموت اتسرق منه، وخلى صديقه المعلم الكفيف يبقى هو رئيس مدرسة الشاولين وقت غيابه. فالمعلم الكفيف حكم على لانج وباقي الرهبان اللي كانوا بيحرسوا المكتبة بالسجن لمدة 3 ايام بدون اكل بسبب اهمالهم. طبعا لانج اتصدم اول ما سمع الحكم وفضل يتنطط في كل حتة من الغضب، لكنه اول ما خرج بدأ يصطاد كل حاجة وقفت بطريقه من سمك وضفادع وتعابين لانه ما اكلش لمدة 3 ايام. بعد كده قرر يطبخ اللي اصطاده ويعزم اصدقائه على الغداء. في البداية أصدقاء لانج كانوا قلقانين لأنه ما بيعرفش يطبخ، بس في النهاية كلهم أعجبوا بالأكل لأن طعمه لذيذ. وهنا لانج العبيط فضل يشتم في معلمي الشاولين لأنهم سجنوه 3 أيام. بس من سوء الحظ المعلم الكفيف ظهر وقال له أنت لازم تتعلم الأدب بسبب أفعالك. للأسف لانج اتذنب وبقى مطلوب منه يكتب 1000 صفحة باستخدام أكبر قلم في مدرسة الشاولين، ومع إنه حاول بأقصى ما عنده إنه يسيطر على القلم إلا إنه فشل ووقع الحبر في كل حتة. وبعد ساعات طويلة رجع أخيرا لغرفة نومه مع باقي أصدقائه وعرفهم إنه قضى اليوم بالكامل عشان يكتب صفحة واحدة بس. أما كتاب قبضة الموت وصل للوك ووالدته. لوك يبقى ابن النينجا اللي سرق الكتاب، ووالده قال إنه لازم يتعلم فن قبضة الموت عشان يهزم مدرسة الشاولين في بطولة الفنون القتالية القادمة. بالوقت ده في زلزال كبير حصل في مكتبة الشاولين الأثرية وكل الرهبان حسوا برعب شديد، لكنهم اتفاجئوا ان في 5 اشباح ظهروا بدون سابق انذار وفضلوا يتنططوا في كل حتة. فقائد الرهبان قال انه جهز تعاويذ سحرية عشان يهزم الاشباح دي، وقبل ما يكمل كلامه فجأة لانج ظهر مع اصدقائه الفشلة وقال انه جاي عشان يحرس الدور العلوي من المكتبة. في البداية الرهبان حذروا لانج ان في اشباح، عشان كده اصدقائه اترعبوا ومشيوا، لكن لانج تجاهل كل التحذيرات. ده غير انه قبل ما ينام فضل يهزق في الاشباح عشان يظهروا ليه بس بدون فايدة. بعد فترة قصيرة اول ما لانج العبيط غرق في النوم الاشباح الاذكياء ظهروا من جديد بدون ما يحس. بعد كده شالوا المخدة والطاولة اللي نايم عليهم ولطخوه بالقلم عشان يفوق. في البداية لانج ما كانش مركز لانه نعسان وما اخدش باله ان الشمعة طايرة في الهواء قدام عينيه، ولما نفخ فيها الشبح منع الهواء يوصل لها. بعد كده ادها من جديد اول ما لانج طفاها، فلانج اترعب بشدة وعرف ان المكان مليان بالاشباح. ده غير انه فضل يفتش الكتب عشان يلاقي اي تعويذة سحرية تحميه بس بدون فايدة، والاشباح مسكوه هزقوه لحد ما قلعوه هدومه وفضلوا يلعبوا بجزمته. بس الغريبة ان اول ما الاشباح ال5 قربوا من لانج اتفاجئوا انه عنده قوة داخلية رهيبة خلتهم يهربوا منه بسرعة البرق. بعد كده قابلوا الرهبان من جديد، وهنا القائد قال لهم ما تقلقوش لان هقدر احميكم من الاشباح. قائد الرهبان كان معاه تعويذ بتساعده يشوف الاشباح ال5 لكنه ما قدرش يتصدى ليهم وبقى عامل زي المجنون. حتى اصدقاء لانج فضلوا يتريقوا عليه، بس لما واحد منهم اخذ التعويذ واستخدمها لرؤية الاشباح
حس بالرعب من اللي شافه وحاول يهرب من المكتبة للنجاة بحياته، فالاشباح قفلوا الباب عليه ولطخوه بالقلم عشان يرجع مكانه من جديد، ده غير انهم رفعوه في الهواء وبهدلوه تماما. في النهاية الاشباح قرروا يظهروا للرهبان مع اصدقاء لانج وارعبوهم بشدة لحد ما اتجمعوا مع بعض من الخوف. اما لانج فاق من الغيبوبة بسبب الفوضى اللي بتحصل، واول ما شاف الرهبان واصدقائه اكتشف انهم اتجمدوا في مكانهم من الخوف، فقرر يجمع الاشباح الخمسة عشان يتكلم معاهم. في البداية بنلاحظ ان الاشباح خايفين من لانج وبيحترموه بسبب قوته الداخلية الرهيبة، واول ما لانج كلمهم اكتشف انهم اشباح لمعلمي فن القبضة الخماسية، وده الفن القتالي الوحيد اللي يقدر يهزم فن قبضة الموت اللي النينجا سرقوه. فلانج حس بسعادة كبيرة، لكنه اتفاجئ ان الاشباح هربوا منه في وسط الكلام، واول ما بدأ يدور عليهم اكتشف انهم بيحاولوا يوصلوه لكتاب فن القبضة الخماسية عشان يتعلموا ويبقى مستعد لأي حد ممكن يستخدم فن قبضة الموت للشر. فلانج وافق انه يتدرب مع الاشباح عشان يتعلم كل اسرارهم، ولما كان بيتمرن معاهم اصدقائه حاولوا يتجسسوا عليه، لكنهم فقدوا الوعي من الرعب لما شافوا الاشباح الخمسة. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث للوك والمساعد الخاص بيه. لوك اتعلم فن قبضة الموت اخيرا، وقال لمعلم كونج فو شاب يخرج من بطولة الفنون القتالية القادمة والا هيخلص عليه. طبعا المعلم رفض طلبه، فلوك نزل فيه طحن بدون رحمة، ومهما معلم الكونج فو حاول يتصداله ما كانش قادر، لان فن قبضة الموت مدمر وملهوش حل، لحد ما لوك خلص عليه بسهولة. تاني يوم الصبح شوك وبنته مي راحوا مدرسة الشاولين. شوك معلم فنون قتالية عايش في قرية قريبة، وطلب يتكلم مع المعلم الكفيف عشان يبلغوا ان في شاب اسمه لوك بيستخدم فن قبضة الموت لقتل الابرياء. فالمعلم الكفيف امر لانج يوري مي مدرسة الفنون القتالية عشان يتكلم مع والدها على انفراد. في البداية لانج اتجول مع مي بكل مكان، لكنه بدأ يعاكسها، فمي اتصدت له بشراسة لانها معلمة كونج فو ماهرة. وهنا لانج اتعصب بشدة وبدأ يقاتلها بكل ما عنده بس بدون فايدة، وفي النهاية مي مسكته مسحت بيه الارض وعلمته الادب، لحد ما والدها حضر مع المعلم الكفيف ولانج بقى اضحوكة للجميع. بس شيك امر بنته تعتذر على افعالها لانها ضربت لانج بشدة، لكنها رفضت بسبب معاكسته ليها. اما المعلم الكفيف قال لشيك يبات في مدرسة الشاولين هو وبنته عشان يخططوا ازاي هيتغلبوا على لوك لانه بيستخدم فن قبضة الموت. بعد ما لانج خسر من مي فضل يتدرب مع الاشباح الخمسة طول الليل والنهار عشان يبقى قوي ويقدر يرجع حقه. فالاشباح اعطوه نصيحة مهمة وعرفوه انه ما ينفعش يستقل بخصمه ابدا، وهنا لانج استنتج انه خسر من مي لانه كان فاكرها ضعيفة بسبب انها بنت، واول ما انهى تدريباته عمل لها كمين وسط الغابة وبدأ القتال معاها. طبعا مي اتصدمت من اساليب لانج الجديدة وما كانتش فاهمة ازاي اصبح قوي بالشكل ده في فترة قصيرة جدا، ولما خسرت المعركة فضلت تعيط وجريت عشان تشتكي لوالدها. فلانج حاول يوقفها، لكن اول ما مي وصلت لشيك اتفاجئت انه اتقتل. وهنا الرهبان اضطروا يستدعوا كبير المعلمين من سجنه، واول ما وصل كشف جثة شيك ولقى عليها علامة لتقنية الكف المدمر، فقال لواحد من الرهبان ان هو اللي قتل شيك لانه الوحيد اللي يعرف التقنية دي. طبعا الراهب انكر خيانته بس بدون فايدة لانه اتسجن في النهاية. اما المعلم الكفيف كان حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل. بالليل مي اتنكرت على شكل مقاتلة نينجا واتسللت للسجن عشان تخلص على الراهب المتهم بقتل والدها، بس المعلم الكفيف وقفها على اخر لحظة وقال انه بريء لان علامة الكف المدمر الموجودة على جسم شيك تبقى مزيفة. في الوقت ده واحد من الرهبان كان بيحرس السجون في حاله، لكنه اتفاجئ بمقاتل نينجا مجهول ظهر وخلص عليه بدون رحمة. اما لانج حضر متأخر وبلغ الجميع باللي حصل، فكبير الرهبان كشف جسم الراجل المتوفي وعرف انه مات بتقنية الكف المدمر. معنى كده ان الراهب اللي دخل السجن بريء ولازم يوصلوا للمجرم الحقيقي بأي طريقة ممكنة. في الوقت ده لوك استمر في قتال معلمي كونج فو عشان يمنعهم من دخول بطولة الفنون القتالية ويبقى هو الأقوى في الصين كلها، ومهما المعلمين حاولوا يتصدوا له
بيحاولوا كانوا بيفشلوا لانه بيستخدم فن قبضة الموت السري. اما لانج اتدرب طول الليل والنهار عشان يتقن فن القبضة الخماسية من اجل الانتقام من مقاتل النينجا الغدار، ولانه هو الوحيد اللي يقدر يهزم لوك. ده غير انه درس عدة اساليب قتال اسطورية منها فن التنين وفن النمر وفن الافعى، لحد ما الاشباح الخمسة حيوه على مهارته الرهيبة. واول ما لانج انهى تمريناته قال لكبير المعلمين انه عايز يخرج من مدرسة الشاولين عشان يشق طريقه في الحياة. فالمعلم قال انه لازم يعدي بعض الاختبارات عشان يثبت قوته. في البداية لانج اتحدى راهب شاب باستخدام عصا خشبية طويلة، ومع انه قاتل بكل ما عنده الا ان الراهب قدر يوقعه اكتر من مرة وسيطر عليه بالكامل. فلانج استخدم فن القبضة الخماسية وقدر يغلبه في النهاية. بعد كده لحد 18 راهب بنفس الوقت. طبعا لانج اتصدم من كثرة اخصامه واتحاصر من كل اتجاه، فبدأ يفرقهم عن بعض عشان يغلبهم واحد ورا واحد، بس بدون فايدة لان الرهبان كانوا كتير جدا وماهرين بالكونج فو. ده غير انهم استخدموا تشكيلات هجومية ملهاش حل، بس لانج رفض الاستسلام وقدر انه يستجمع قوته لحد ما كسب التحدي في النهاية، وكبير المعلمين سمح له بالخروج من مدرسة الشاولين. اما لوك خلص على كل معلمي الكونج فو بالصين كلها، واول ما وصل مدرسة المعلم شوك عشان يتحداه عرف من الخادم انه مات، واتفاجئ ان بنته ماي طلبت تقاتله بدلا من والدها. طبعا ماي ما تعرفش ان لوك ماهر بفن قبضة الموت، وكانت فاكرة انه محترف فنون قتالية عادي، بس من اول المعركة لوك سيطر عليها بسهولة وقاتلها باستخدام ايد واحدة بدون اي مشاكل. ومع ان ماي حاولت تتصداله بكل ما عندها الا انها فشلت في النهاية. لكن قبل ما لوك يخلص عليها فجأة لانج ظهر على سطح مدرسة الفنون القتالية وقال للوك انت ضعيف لانك بتقاتل بنت مسكينة ولازم تتحداني عشان تثبت انك قوي بجد. فلوك وافق على طلبه. طبعا لانج ما كانش يعرف ان لوك محترف بفن قبضة الموت لانه اول مرة يقابله، عشان كده ما كانش مستعد ليه. ولوك قدر يغفله وفاجئه باساليب قبضة الموت المدمرة لحد ما قرب ينهي حياته. بس من حسن الحظ الخادم اتدخل على اخر لحظة وقال ان لانج يبقى ابنه الوحيد، فلوك سابه يعيش وقال لماي انه هيرجع قريب عشان ياخد مدرسة الفنون القتالية الخاصة بوالدها. حتى لانج كان هينفجر من الغضب بسبب خسارته في القتال. تاني يوم الصبح الكل اتجمعوا بمدرسة الشاولين وحكوا على اللي حصل مع لوك، فكبير المعلمين زعق لهم لانهم فشلوا في القبض عليه. ولما كانوا بيتكلموا فجأة لوك ظهر مع مساعده وقال انه جه عشان يسيطر على اخر مدرسة فنون قتالية في الصين وهي مدرسة الشاولين. طبعا لانج اتعصب منه وتحداه لقتال، لكنه المرة دي كان مستعد واظهر قوته الكاملة. في البداية لانج ولوك كانوا متعادلين لانهم درسوا الكونج فو طول حياتهم، بس مع الوقت لانج اتفوق لان فن القبضة الخماسية اقوى من قبضة الموت. وهنا مساعد لوك الندل اتدخل في القتال، بس لانج وقفه عند حده وخلص عليه في ثواني بسيطة. بعد كده مسك لوك طحنه بدون رحمة لحد ما دمره تماما بعد دقايق طويلة من القتال. وهنا بتظهر الحقيقة كاملة وبنعرف ان كبير المعلمين يبقى والد لوك، معنى كده ان هو النينجا اللي سبب المشاكل دي كلها، وقال انه عمل ده عشان يسيطر على مدارس الفنون القتالية ويحكم الصين بالكامل. فصديقه المعلم الكفيف قال انه خان الشاولين. اما لانج بدأ القتال معاه بدون تردد. في البداية كبير المعلمين سيطر على المعركة بالكامل لانه متعصب بسبب وفاة ابنه الوحيد لوك، ده غير انه اتدرب على الكونج فو لعشرات السنين وعنده خبرة رهيبة. اما لانج حاول بكل ما عنده انه يرجع للقتال لكنه فشل بشدة، فالاشباح الخمسه ظهروا بدون سابق انذار وبداوا يساعدوه. بعد كده فضلوا يمسكوا في كبير المعلمين لحد ما بقاش قادر يتحرك. طبعا لانج استغل الفرصه ودمج فن التنين والنمر والافعى مع فن الصقر والفهد عشان يستخدم القبضه الخماسيه باقصى قوتها، وهزم كبير المعلمين في النهايه من اجل انقاذ الصين من شره. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.